أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. قصصنا من الواقع، أبطالها رجال ونساء فتحولنا قلوبهم وحكولنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. ونبدأ حكاية النهاردة. أعرفكم بنفسي، أنا منور، مهندسة ديكور، متجوزة ولسه ربنا ما كرمنيش بأطفال. وفاكرة يوم ما ماما جت عندي، فتحت لها الباب وقلت ايه ده؟ ازيك يا ماما، عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. تعالي، انا كنت لسه بفكر فيكي وكنت في بالي، وفكرت ان انا اجي اشوفك. في الوقت ده ماما قعدت على الكرسي وقالت لي: اه، من لقى احبابه نسي اصحابه، طول ما انت مشغولة مع سي حسام. ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض، بس برضو اسألي على امك. قلت لها: هو انا اقدر برضو يا ماما؟ ادخلي يلا ريحي جسمك من الطريق لحد ما اعمل الاكل وبعدين اصحيكي. قالت لي: ماشي، هدخل اوضتك علشان فيها تكييف. وبعدها ماما دخلت وانا عملت الاكل، وشوية وحسام جوزي جه. قال لي: الله على ريحة الاكل اللي تجنن، انت فين يا حبيبتي؟ انا خرجت من المطبخ بسرعة وقلت له: وطي صوتك، ماما هنا ونايمة وصوتك ده هيصحيها. قال لي: معقول؟ حماتي هنا؟ طب ماشي، هوطي صوتي، بس ريحة أكلك تجنن. وقبل ما أرد عليه لقيت ماما خارجة من الأوضة بلبسي، وبتقولي: معلش بقى، لبست هدومك من دولابك يا حبيبتي، أصل أنا ما جبتش هدوم معايا. وأنا قربت منها وقلت لها: يعني يا ماما ما لقيتيش إلا الهدوم دي علشان تلبسيها؟ دي قصيرة قوي. وبعدين بصت لي وقالت لي: الله، مالك فيكي ايه؟ حسام ده ابني وما يجوزليش. ازيك يا حسام يا حبيبي، عامل ايه؟ قال لها: بخير والله يا حماتي، بعد اذنكم انا هدخل اغير هدومي. بعدها جوزي دخل يغير هدومه، وبالليل كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. قلت لهم: معلش بقى يا جماعة، انا هقوم انام علشان عندي شغل الصبح ولازم اصحى بدري. وبعدها جوزي بصلي وقال لي: معقول؟ ده انا جايب الفيلم اللي انتي بتحبيه علشان نتفرج مع بعض سوا. اقعدي بقى ما تبقيش رخمة. في الوقت ده ماما قالت له: ما تسيبها براحتها، ادخلي يا حبيبتي انتي وراكي شغل، وادخلي نامي، واحنا كده كده قاعدين نتفرج على الفيلم، انا قاعدة معاك اهو يا حسام. قلت لهم: طيب تصبحوا على خير بقى. وبعدها دخلت نمت، وماما كانت قاعدة معاه. وبعدين قالت له: تغوري القعدة في البيت لوحدي، هنا في ونس، من ساعة ما أبو منور مات وأنا عايشة بطولي. قال لها: سنة الحياة يا حماتي، ما هي أمي كده برضو، ربنا يخلينا ليكم ويخليكم لينا. أمي قالت له: بس برضو مش هتيجي زي الزوج، وبعدين أنا جوزي توفى وأنا لسه صغيرة. قال لها: ربنا يطول عمرك يا حماتي ويخليكي لينا ويخليلك بنتك يا رب. بعد إذنك أنا هقوم أنام علشان ورايا شغل الصبح. أمي قالت له: وماله يا حبيبي، قوم نام. وبعدها جوزي دخل ونام جنبي، وتاني يوم أنا صحيت علشان أروح شغلي. صحيت جوزي وقلت له: ما تقوم بقى، هتتأخر على الشغل، الساعة بقت 9. قال لي: مش قادر، حاسس إن جسمي وجعني قوي ومش قادر أقوم. روحي انتي وانا شوية وهبقى اقوم وانزل على شغلي. قلت له: من السهر، انا قلت لك بلاش تسهر، بس مفيش فايدة. طيب، انا رايحة الشغل وشوية كده وهرن عليك علشان اشوفك صحيت ولا لا. قال لي: خلاص ماشي تمام، بس اطفي النور لو سمحتي. وبعدها انا طفيت النور وخرجت، ودخلت امي، وجوزي قال لها: يوه، رجعتي ليه تاني يا منار؟ اطفي النور بقى، عايز انام. قامت امي قالت له: ده انا يا حبيبي، اصل لما لقيت منار خارجه وانت ما خرجتش قلت اصحيك علشان ما تروحش عليك نومه. قال لها: اه يا حماتي، ما هو انا مش قادر اروح الشغل دلوقتي. وقلت لها: سيبيني انام شويه. امي قالت له: تمام يا حبيبي، خلاص، انا هحضر فطار بقى علشان نفطر سوا، وقت ما تصحى نبقى نقوم ناكل. قال لها: تمام يا حبيبتي، ماشي، معلش اقفلي الباب وراكي. وبعدها خرجت ماما وقفلت الباب وراها. جوزي اتصل بيا، قلت له: خير يا حبيبي؟
صحيت بسرعة، في حاجة ولا ايه؟ وهو كان متعصب جدا، وقال لي ازاي امك تدخل عليا اوضة النوم وانا نايم؟ كلميها ان ما ينفعش اللي هي بتعمله ده. قلت له هو في ايه؟ ما هي ماما زي امك يعني، ايه المشكلة ان هي عملت كده؟ قال لي ما ينفعش ان ده يحصل، انا لو ابويا كان عايش ما كنتش عمري هخليه يدخل عليكي اوضة النوم وانتي نايمة. قلت له والله انا شايفة ان ما فيهاش مشكلة، ولا انت يعني بتتلكك علشان مش عايزها؟ قال لي والله ابدا، انا بتكلم في الصح. قلت له انا ما اقدرش اقول لها الكلام ده خالص. في الوقت ده جوزي اتعصب عليا وقال لي ماشي براحتك، بص يا منار، لو مش عايزة تكلمي امك بس انا هقفل باب اوضتي عليا وانا نايم. اتعصبت عليه وقفلت السكة في وشه وشفت شغلي. وبعدها جوزي خرج من الأوضة، وكانت ماما واقفة في الصالة وشنطة هدومها قدامها. وبعدين قالت له كويس انك صحيت علشان اسلم عليك قبل ما اسافر. وبص لها وقال لها ماشية ليه يا ماما؟ مش فاهم، هو حصل مني حاجة لا سمح الله؟ قالت له انا سمعتك وانت بتكلم منار بنتي، وانا مش عايزة اسبب لك اي احراج يا حبيبي في بيتك. وبعدها جوزي قال لها بارتباك ايه؟ لا، انا والله ما كانش قصدي يا حماتي، ما كانش قصدي حاجة خالص. بس انا وهي راحت قطع كلامه وقالت له انت برضو لازم تكون براحتك في شقتك يا حبيبي، انا عارفة، بس انا بتعامل معاك ان انت ابني وربنا يعلم. قال لها طيب ابنك عايز يفطر بقى، يلا جهز لنا الفطار. وفي الوقت ده ماما فرحت وقالت له عينيا يا حبيبي يا جوز بنتي. وبعدها دخلت المطبخ وعملت الفطار. في الوقت ده جت أم جوزي وماما فتحت لها الباب وقالت لها ايه ده، ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ والله وحشاني، تعالي تعالي اتفضلي. دخلت حماتي وقعدت وقالت هعمالة ارن على حسام مش بيرد عليا، قلت اجي اشوف فيه ايه، هو هنا ولا في الشغل؟ امي قالت لها لا موجود، ثواني ادخل اندهولك. وبعدها دخلت وخرج حسام وقال لها ايه ده، ماما وحشتيني عاملة ايه؟ والله لسه شايف التليفون دلوقتي، قلت انك اكيد هتيجي. حماتي بصت له وقالت له كنت بتعمل ايه ومش بترد على تليفونك؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ قال لها ايه يا ماما في ايه، انا قاعد في بيتي والجو حر جدا يعني. وبعدين حماتي زيك بالظبط. قالت له ماشي، خطوبة أخوك بكرة وهنعملها عندنا في البيت علشان العروسة عندها عزا. قال لها اه تمام يا حبيبتي، من بكرة هنكون عندك. في الوقت ده خرجت ماما بصينية العصير وقالت اتفضلي يا حبيبتي، مع اني مش هعزم عليكي في بيتك. حماتي قالت لها يزيد فضلك، بكرة خطوبة ابني، هستناكي تيجي معاهم، ومعلش مش هقدر أشرب العصير لأني مستعجلة. حسام قال لها ماشي يا ماما، أنا هجيب حماتي وهجيب منور واجيلك بدري. وبعدها مشيت حماتي. دخل حسام الأوضة وأنا كنت جيت من الشغل، قلت له ياه، النهاردة كان تعب قوي في الشغل، مش قادرة أقف على رجلي خالص. حسام وقف وقال لي ايه ده، انتي مش هتتغدي؟ انا قاعد مستنيكي من بدري علشان ناكل سوا. قلت له لا مش هقدر يا حبيبي، اكلت سندوتشات وبجد يا دوب اغير هدومي وانام. روح انت كل علشان خاطر ماما كمان تاكل. قال لي تبقى تعيشة تقرف. وبعدها خرج وانا غيرت هدومي وبعدين نمت من التعب، ما صحيتش الا تاني يوم وكان جوزي بيلبس. وقلت له ايه ده يا حبيبي، وانت رايح الشغل بدري كده ليه النهارده؟ قال لي مش رايح الشغل يا حبيبتي، هو انت مش عايشة معانا في البيت ده؟ النهارده فرح اخويا وانا رايح لماما، المفروض حضرتك تقومي تلبسي وتيجي معايا. قلت له ايه ده، النهارده الفرح؟ ليه، هو النهارده ايه، مش كان لسه كمان اسبوعين؟ قال لي لا، النهارده وفي بيت ماما، وعايز اعرف حضرتك جاية معايا ولا ناوية على ايه؟ ان شاء الله. قلت له هي ايه طريقتك اللي بتتكلم معايا بيها دي، هو في ايه؟ قال لي مفيش حاجة، بس انا عايز اعرف دلوقتي انتي ناوية على ايه؟ انتي ما بقيتيش تعملي معايا اي حاجة خالص، على طول مش موجودة معايا. قلت له انت برضو مش عارف شغلك يعني،
مش عارف شغلي يعني يا حسام. بس عينيا حاضر، هسيب اللي ورايا وهاجي معاك. في الوقت ده لبست وخرجت، وماما كانت قاعدة في الصالة. قالت لنا ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ هو انتوا صاحيين بدري ليه كده؟ هو انت رايح لمامتك دلوقتي؟ قال لها يا دوب يا حماتي، علشان نشوف هي هتحتاج مني ايه واعمله لها. هو انت مش جاية معانا ولا ايه؟ في الوقت ده ماما قالت له لا يا حبيبي، روحوا انتوا وانا شوية وهاجي وراكم على طول. انا كده كده عارفة عنوان مامتك يعني. قالها خلاص هنستناكي. وانا رحت عند حماتي وعملنا الاكل للناس. وبعدين في الخطوبة لقيت جوزي بيقولي شايفة الناس كلها لابسة ايه وانتي لابسة ايه؟ ما كانش هين عليكي تلبسي فستان يعني في يوم زي ده؟ قلت له وانا السبب؟ هو انا السبب ان انا غيرت ميعاد الفرح؟ مش اخوك السبب؟ ده انا ملحقتش اشتري حاجة يعني. وبعدين ماله الطقم؟ ما هو حلو اهو. قال لي حلو قوي. وكانت الصدمة لما ماما دخلت وكانت لابسة فستان مش من سنها خالص. وحماتي قالت ايه اللي امك لابساه ده يا بنتي؟ وازاي تيجي الفرح كده؟ وانا قلت لحماتي مش عارفة والله يا ماما. وبعدها سبتها ورحت لأمي وقلت لها ممكن يا ماما افهم ايه اللي انتي لابساه ده؟ ازاي تيجي الفرح باللبس ده؟ قالت لي هو في ايه يا حبيبتي؟ ماله لبسي؟ وبعدين احنا في فرح يعني، عادي البس اللي انا عاوزاه. اوعي كده اما اروح ابارك للعريس. وبعدها راحت جنب اخو جوزي هو وجوزي وفضلت ترقص معاه. وانا قلت لجوزي يا نهار ابيض، انا مش عارفه ايه اللي ماما بتعمله ده. انا مكسوفه جدا، مش عارفه ابص في وش مامتك والصدمه لما قال لي مالها. الست فرحانه مش زيك، تحس انك عندك 50 سنه. اوعي كده من وشي، خليني اروح اكمل رقص معاها وافرح باخويا. وبعدها راح وفضل يرقص مع ماما وكانوا فرحانين جدا. وبعدها روحنا البيت. دخلت قلت اوضتي وقلت له عارف انت فيك كام عيب اقدر اطلعهم فيك؟ عارف انا اقدر كل شوية افضل اقولك انت فيك كذا وكذا وكذا. قال لي بقولك ايه، انا راجع فرحان، انا مش عايز تنكدي عليا. لو طالبة معاكي نكد وخناق نتخانق الصبح. قلت له انا ممكن اعرف فيه ايه؟ انت اللي بقى تتعامل معايا باسلوب ده، انت بتتعامل معايا ليه كده؟ قال لي لو حضرتك مش عارفة ليه تبقى دي المشكلة الكبيرة اللي ما بينا. انا عايز احس ان انا متجوز، مش معايا واحد صاحبي عايش معايا وفي نفس الشقة. تقدري تقوليلي اخر مرة رحت الكوافير كانت امتى؟ قلت له والله انا شايفة نفسي ان انا مش محتاجة، شكلي مش وحش يعني. وبعدين انا مش فاضية للكلام الفارغ اللي انت بتقول عليه ده. ده انا عارفة شغلي وزحمته قد ايه. قال لي يا ست اعتبريني حد من شغلك، حسي بيا شوية، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده في الوقت ده. انا قلت له ماشي براحتك. وبعدها اخدت بعضي ورحت اوضة ماما وكانت لسه صاحية ما نامتش. قالت لي خير يا بنتي، لو جاية تتكلمي معايا في موضوع الفرح والفستان يا ستي انا غلطانة ومش هلبسه تاني، بس انا كنت عايزة احس ان انا فرحانة يعني. قلت لها ماما انا عايزة اسألك سؤال وتردي عليا بس بصراحة، هو أنا وحشة؟ على طول جوزي حاسسني إن أنا شكلي مش مرغوب فيه. قالت لي فشر يا حبيبتي، انتي بتقولي ايه؟ هو انتي مش شايفة نفسك عاملة ازاي؟ انتي ملكة جمال. وبعدين يحمد ربنا يعني ان انتي بتشتغلي وبتساعديه في البيت. قلت لها تصدقي يا ماما ان انا شغلي ما بقاش عاجبه، كل شوية عمال يكلمني ويقولي حس بيا شوية. بجد انا مش هينفع اسيب شغلي، انتي عارفة ان انا بحب شغلي ازاي. قالت لي شغلك ايه اللي تسيبيه يا عبيطة؟ وانتي فاكرة انك هتعيشي العيشة دي لو انتي فكرتي تسيبي شغلك؟ وانتي فاكرة ان المرتب بتاعه هيقدر يكفيكي؟ اقلبيها زعل يا حبيبتي وما تتصالحيش، وهو هيجري وراكي. قلت لها نفسي يرجع حسام بتاع زمان. قالت لي قومي نامي يا حبيبتي وراكي شغل الصبح وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. تعالي نامي جنبي هنا. وفعلا نمت جنب ماما. تاني يوم صحيت ولقيته قاعد في الصالة وقلت له ايه ده مالك في ايه؟ انت قاعد كده ليه؟ عايز تكمل باقي الخناقة ولا ايه؟ قال لي لا، انا عايز اعرف دلوقتي يا انا يا شغلك هتعملي ايه؟
يا تقعدي في البيت وتهتمي بيا زي أي زوجة، يا إما كل واحد يروح لحاله. أنا اتضايقت من كلامه وقلت له آخرتها كده، كل واحد يروح لحاله؟ معقول؟ معقول أنت ممكن تقدر تعيش من غيري؟ وهنا كانت الصدمة لما قال لي لأ، وعشان كده عايزك تسيبي شغلك علشان نعيش عيشة كويسة. وقلت له طلقني، أنا مش عايزة أعيش معاك. اتعصب وقال لي كنت عارف والله إنك هتفضلي شغلك عليا، انتي طالق. وبعدها ساب البيت ومشي. وانا قعدت ولقيت ماما خارجة من الأوضة وبتقولي ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي. أنا سمعت الكلام كله وكان نفسي أخرج أتخانق معاه، بكرة يجيلك اللي أحسن منه. وقلت لها بس أنا بحبه قوي يا ماما. وفضلت قاعدة جنب ماما، وبعدها رحت الشقة معاها. وبعدها بيومين لقيت الباب بيخبط. فتحت، وكانت صاحبتي وقالت لي ده أنا ما صدقتش نفسي لما مامتك قالت لي إنك انتي هنا. قلت لها تعالي يا حبيبتي ادخلي. وفي الوقت ده قالت لي لأ، ده أخويا برا وأنا جاية أخدك علشان نخرج شوية أنا وأنتي. قلت لها بصراحة أنا ماليش نفس أخرج، اقعدي معايا هنا في البيت. ولقيت ماما خارجة وبتقولي اخرجي معاها يا بنتي، حرام عليكي نفسك، اخرجي مع صاحبتك دي. وفعلا فضلوا ورايا لحد ما خرجت وشوية والباب خبط. فتحت ماما وكان حسام. قالت له ايه ده حسام، ازيك يا حبيبي عامل ايه، تعالى ادخل. وبعدها دخل قال لماما انا جاي اتكلم مع منار شويه يا حماتي، معلش ممكن تنادي عليها. والصدمه ان ماما قالت له يا ربي، ده هي ما صدقت انك طلقتها، كل يوم خروج. والنهارده اخو صاحبتها عدى عليها وراحت معاه عند صاحبتها اخته. قال لها مين هو ده، ازاي تخرج معاه يا حماتي؟ قالت له هي بس بتخرج معاه، ده كل يوم كل يوم خروج. وما اقولكش ده عندها شغل برضه ده عنده شغل برضه. ومصمم كمان ان هي تسافر. بجد البت دي عبيطة علشان كانت في نعمة في ايديها وضيعتها. قال لها لا، انا ربنا اللي بيحبني علشان اكد ان هي مش عايزة ترجع بيتها. امي قالت له والله يا حبيبي انا عايزه اقولك ان انت ما تتعوضش ابدا، معرفش البت دي عامله كده ليه. قال لها خلاص بقى يا حماتي، هي حره، على العموم انت عايزه اي حاجه. قالت له ايه يا حماتي وماما دي، انا ما بحبش الكلمه دي، قولي يا ناني، بحس ان هي بتليق عليا. قال لها خلاص ماشي. وبعدها مشي. وشويه وانا كنت خلصت الخروجه وروحت البيت. قلت لماما هو انت فين؟ وبعدها خرجت ماما وقالت لي انا اهو يا حبيبتي، عملتي ايه في تأشيرة السفر بتاعتك؟ قلت لها خلاص يا ماما مسافرة الاسبوع الجاي. وانا رأيي اروح لحسام واحاول اتكلم معاه، بصراحة انا مش قادرة انساه خالص. قالت لي يا بنتي سيبيه سيبيه شوية لحد ما يهدى، بس سافري انتي ولما ترجعي هيكون فيها كلام تاني، مش يمكن لما ترجعي يقولك مفيش سفر وتخسري شغلك. قالت لي عندك حق والله يا ماما. ماما خلاص ماشي انا هدخل انام علشان المفروض ان انا انزل بكره اجيب لبس واجيب حاجات علشان الصبح. وعدى كام يوم وبعدها سافرت. وماما راحت لحسام قالت له ايه ده حماتي تعالي اتفضلي، هي منار جت معاكي ولا ايه؟ قالت له هو انت مش حاسس بيا قوي كده، ده انا خلاص قربت انطق واقول ان انا بحبك، وانت كل اللي في دماغك ان انا ماما بس. هو اتفاجئ من كلامها وقال لها ايه كلامك ده يا حماتي، معقول انت بتحبيني، ده انا زي ابنك بالظبط. قالت له ايوه بحبك وغصب عني ومش عارفه عملت كده ازاي، وكنت فرحانه يوم ما انت طلقت بنتي. قال لها انت عارفه اصلا ان احنا ما ينفعش نتجوز؟ قالت له رسمي يا حبيبي ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نتجوز بس عادي لو اتجوزنا عرفي. قال لها هو انت بتقولي ايه يا حماتي، وازاي تفكري في الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له فكر في كلامي، انا هديك كل حاجة، الفلوس والحنان والحب اللي انت كنت محروم منهم. قال لها بس اصلا انا. قالت له قولي الحقيقة، انت كنت مرتاح مع بنتي اللي كانت من سنك، اللي كانت على طول مش مهتمية بيك وعمرها ما سألت فيك؟ قال لها موافق يا حماتي بس مش هينفع نقعد في شقتي هنا، علشان خاطر امي واخواتي هنروح نقعد في شقتك، ومن وقت للتاني
هبقى ارجع هنا. قالت له انا مستعدة، وكمان مستعدة اكتب لك الشقة باسمك واكتب لك كل حاجة، بس عيش معاك وانت وانا تحت سقف بيت واحد. وفعلا امي رجعت البيت ومعاها جوزها اللي هو في الاصل كان جوزي، وعاشوا مع بعض. وفي يوم كنت بكلمها وقلت لها معقول يا ماما مش بتتصلي بيا خالص غير لما انا بكلمك؟ ده انا قلت هوحشك كل شويه وهتفضلي تكلميني. قالت لي عامله ايه يا حبيبتي؟ ما انت عارفه ان انا ما بعرفش اتصل بيكي في التليفون ده. المهم انت عامله ايه؟ وحشتيني. ايه ناويه تيجي امتى؟ قلت لها للأسف يا ماما مش عارفة أنزل السنة دي خالص، ورايا شغل كتير جدا ومش هعرف أنزل. قالت لي حبيبتي شوفي شغلك، أنا عايزاكي تكوني فرحانة ومبسوطة. طب انتي عاملة ايه؟ قلت لها والله يا ماما مش مرتاحة، جربت كذا مرة اتصل بحسام ما بيردش عليا خالص. قالت لي تاني يا حسام، مش قلتلك سيبك منه بقى الفترة دي خالص، لما تبقى تيجي يبقى يحلها ربنا. وقلت لها خلاص ماشي يا حبيبتي، انا هقفل معاكي دلوقتي، وبرضه هبقى اكلمك من وقت للتاني. خدي بالك من نفسك يا ماما ارجوكي، كلي كويس. قالت لي وانتي كمان يا حبيبتي خدي بالك من نفسك. وقفلت السكة. بعدها خرج حسام وقال لها هو انتي عايزاها تنزل؟ تسيبيها ما تسيبيها هناك، انتي محتاجاها في ايه هنا؟ قالت له يا حبيبي انا لازم اقول لها الكلمتين دول برضو، مش المفروض ان هي بنتي وبطمن عليها من وقت للتاني؟ قال لها والله انا مش عارف، دي لو رجعت وعرفت تعمل ايه؟ دي ممكن تبلغ عننا. امي قالت له هي تعرف منين؟ هما كانوا اهلك عرفوا حاجة علشان هي تعرف؟ برضو احنا هنفضل نتقابل كده في الدرة. في الوقت ده ماما بطنها وجعتها، جريت على الحمام. حسام قال لها ايه ده؟ في ايه مالك؟ شكلك اخدتي برد في معدتك. قلتلك كذا مرة بلاش تاكلي سمك وانتي عندك برد. امي قالت له والله مش عارفة في ايه، حاسة ان انا تعبانة جدا من الصبح. قال لها طيب انا مسافر علشان خاطر اشوف امي. على طول بقت تسأل عليا وتقولي انت فين، ما بقتش موجود في البيت، امال بتروح فين؟ قالت له امي ياه كل حاجة امك امك، انا خلاص بدأت ازهق. قال لها اعمل ايه يا حبيبتي؟ انتي عارفة ان انا ما ينفعش حد يعرف ان احنا متجوزين دلوقتي. امي قالت له طيب خد بالك من نفسك وبلاش تتأخر عليا ارجوك. وبعدها سافر وراح لامه. في ايه يا امي؟ كل دي مكالمات عمالة تتصلي عليا، وحصل ايه يعني؟ قالت له اه بس يا حبيبي اقعد وانا هقولك. وبعدها الام قربت منه وقالت له مش بنت عمتك اتطلقت خلاص من جوزها؟ قال لها ربنا يكتب لها الخير، عايزاني يعني اعمل ايه؟ اروح افضل جنبها ولا ايه؟ قالت له يا حبيبي كل ما اقولك رجع مراتك تقولي لا مش عايزها ترجع، خلاص من حقك ان انت تتجوز بقى. قال لها قلتلك ألف مرة يا ماما إن أنا ما بفكرش في موضوع الجواز ده خالص. طلعيه بقى من دماغك وما تفكريش فيه تاني وما تجيبليش سيرة الموضوع ده. قالت له ما هو أنا مش هسيبك كده يا حبيبي من غير جواز. في الوقت ده دخلت بنت خالتي وقالت ازيك يا طنط عاملة ايه؟ ده حسام، اخبارك ايه وعامل ايه؟ ومراتك كمان عاملة ايه؟ في الوقت ده حسام قام وقف وقال لها ايه ده؟ معقول دي بنت خالتي؟ انت شكلك اتغير قوي، واتغيرتي كده ليه عن زمان؟ ايه رأيك افتحها في الموضوع ولا استنى شوية؟ قال لها لا فتحيها طبعا يا ماما، انا موافق. وفي الوقت ده ماما اتصلت عليه وقال لمامته طيب بعد اذنك يا ماما هدخل جوه علشان ارد على التليفون. وفعلا دخل وقال لها انت بتهزري؟ انت ازاي تتصلي بيا وانت عارفة ان انا عند امي؟ ماما قالت له خبر بمليون جنيه يا حبيبي، ما اقدرش استنى لحد بكره علشان اقوله لك ان انا حامل. انا لسه جايه من عند الدكتور وقال لي ان انا حامل. قال لها ايه ده؟ معقول في السن ده؟ طب اقفلي وانا بكره هجيلك على طول. قالت له ايه طريقه كلامك دي؟ وانا اللي قلت ان انت هتفرح جدا لما تعرف ان انا حامل. قال لها بقول لك ايه، انا عند ماما دلوقتي ومش عارفه اتكلم خالص. خلاص خليها بكرة بقى ونبقى نتكلم. وبعدها قفل السكة ودخل عند مامته. مامته قالت له هو عريسنا جه اهو، خد يا حسام انا فتحت بنت خالتك في الموضوع اللي اتكلمنا عليه، وهي قالت ان هي موافقة. حسام قال لها خلاص تمام، انا بس هسافر اخلص شوية شغل وبعد كده ارجع تاني ونتكلم في الموضوع ده.
قالت له سفرية ايه وشغل ايه دلوقتي يا حسام؟ بقولك جواز. تقولي سفر؟ قال لها معلش يا أمي والله، تليفوني في الشغل كلموني في الشغل، يعني ضروري ولازم أروح، أرجوك سيبيني أمشي وأنا مش هتأخر. بنت خالته قالت له لأ طبعا، وأنت مينفعش تخسر شغلك يا حسام، روح شوف شغلك وبعدين نتكلم في الموضوع ده. قال لها أنا مش هطول وهرجع على طول. وفعلا سافر وراح لماما. أمي قالت له والله يا حبيبي مش قادرة أصدق نفسي من ساعة ما الدكتور ما قال لي، وعمال أفكر إن ممكن أسمي البيبي ده إيه. قال لها بيبي إيه وبتاع إيه؟ إيه يا ستي، مش هينفع يكون موجود أصلا، انتي أكيد بتهزري، انتي عارفة إن احنا متجوزين إزاي، يبقى إزاي هكتبه باسمي. أمي قالت له أنا هتصرف يا حبيبي وهنشوف حل للموضوع ده حتى لو هادفع فلوس. قال لها وأنا مش ناوي يحصل لي حاجة بسببِك، لو حد عرف بالموضوع ده أنا ممكن أتحبس فيها وأنتِ عارفة كده كويس. قالت له أرجوك بلاش تضيّع فرحتي، سيبني أنا الموضوع ده وبعدين نبقى نفكر إحنا هنعمل إيه. قال لها خلاص افرحي أنتِ لوحدِك، أنا قُلت لِك على الموضوع ده مش هينفع ومش هينفع يكمل، أنا مش ناقص يحصل لي مشاكل. قالت له رايح فين يا حسام؟ طب اقعد نتكلم طيب. سايبني وماشي ورايح على فين؟ قال لها أنا راجع بيتي ولما تقرري تشوفي انتي عايزة ايه ابقي كلميني، سلام. وبعدها مشي وعدى شهر وكان خلاص اتجوز بنت خالته. وبنت خالته قالت له عايزة أقولك على حاجة، إن أنا فرحانة جدا من يوم ما اتجوزتك. هو أنت حاسس برد برضو إن أنت فرحان معايا؟ قال لها اه والله، وبجد ندمان ان انا ما كنتش متجوزك من زمان، انت انسانة طيبة وغلبانة وبنت حلال. قالت له ربنا يخليك ليا يا حبيبي، واوعدك من هنا ورايح تشوف عيالك سعادة وهنا. وفي الوقت ده الباب خبط، ففتحت بنت خالته وكانت ام حسام، وقالت لها في ايه يا عرسان مالكم؟ عمالة اتصل بيكم ومحدش بيرد، طب ردوا على التليفون، طيب طمنوني عليكم. بنت خالته قالت لها حقك عليا يا طنط والله، بس التليفونات كلها في أوضة النوم جوه واحنا قاعدين هنا في الصالة، تعالي اتفضلي. حسام قال لها اخبارك ايه يا ست الكل، وحشاني جدا والله، كويس ان انتي هنا علشان تقعدي تتغدي والوقت ده. الباب خبط، فتحت بنت خالته ولقت ماما وقالت لها ايوه خير حضرتك مين وعايزة ايه بالظبط؟ امي قالت لها انتي اللي مين يا حبيبتي وبتعملي ايه هنا في شقة حسام؟ ومع ده دخلت وحماتي قالت لها ايه ده ام منار، خير جاية هنا تاني وعايزة من ابني ايه؟ مش خلاص بنتك اتطلقت وكل حاجة انتهت؟ امي قالت لها والله ما اعرفش بقى اذا كانت كل حاجة انتهت ولا لا. مين دي يا حسام بتعمل ايه هنا في الشقة؟ حماتي قالت لها كلميني انا، اظن شيء ده ما يخصكيش، دي تبقى مين وتكون بتعمل ايه في الشقة؟ انت جاية هنا تاني ليه؟ امي قالت لها لما اعرف مين دي الاول ساعتها بقى اتكلم، ما ترد يا حسام. حسام ساكت ليه؟ حماتي قالت لها دي تبقى مرات ابني الجديدة، عندك مشكلة بقى؟ مش خلاص بنتك طلبت الطلاق هو طلقها؟ قالت له ايه الكلام ده؟ هو الكلام ده حقيقي يا حسام؟ معقول اتجوزت عليا؟ طب ليه تعمل كده؟ ده انا عملت عشانك كل حاجة. حماتي قالت لها ايه اتجوزت عليكي دي؟ يعني ايه تقصدي ايه بكلامك ده؟ حسام قال لها يا ماما هو انت بتصدقي برضو وانت جايه تقولي ايه اي كلام؟ امشي واطلعي بره، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. امي قالت له طيب واللي في بطني اعمل فيه ايه؟ معقول ان انت تتجوز عليا؟ وبعدها مشيت. وهنا امه قالت له طب حصل ازاي؟ ده ازاي تتجوز حماتك؟ دي كانت ام مراتك، فهمني ده حصل ازاي؟ حسام قال لها ضحكت عليا يا امي واتجوزتها عرفي، ارتحت كده بس والله العظيم بعد كده بعدت عنها من يوم ما عرفت مراتي الجديدة. مراته قالت له المفروض افرح انا بقى لما اسمع كلام زي ده، انا رايحة بيت اهلي ولو سمحت ارجوك طلقني ومش عايزة مشاكل. قال لها لا ارجوكي اوعي تسيبيني، انا غلطان والله وندمان على اللي انا عملته، بس خليكي جنبي. قالت له انا مش زعلانة ان انت اتجوزت، انا زعلانة ان انت اتجوزت بالطريقة دي، ده حتى حرام أصلا. وبعدها مشي. وحماتي قالت له مستني ايه؟ اني امشي؟ اطلع بره انت كمان، روح للي انت متجوزها دي، انت مش هتقعد في الشقة هنا دقيقة واحدة.
قال لها انت بتقولي ايه يا امي؟ انت بتمشيني بشقتي؟ ارجوكي حاولي تحلي الموضوع مع مراتي التانية. امه قالت له دي غلطة عمري ان انا جوزتك البنت دي. البنت طيبة وبنت حلال. ما كنتش عارفة ان انت كده. يعني انت طلقت مراتك علشان تكون مع امها؟ قال لها هي ضحكت عليا والله يا امي صدقيني. قالت له ليه حضرتك يعني عيل صغير؟ قلت لك اطلع بره مش عايزة اشوف وشك. وبعدها مشي وعدى كام شهر وانا رجعت. واول لما نزلت من السفر لقيت امي في الشارع. قلت لها ماما انت ازاي واقفة كده في الشارع بتعملي ايه؟ قالت لي معقولة يا بنتي انت رجعتي بالسلامة؟ ارجوك يا بنتي رجعي لي اخواتك. انا مش عارفة اعيش من غيرهم. ده اخدهم مني واخد الشقة اللي كتبتها له باسمه. قلت لها انا مش فاهمة منك حاجة. اخواتي مين؟ ومين اللي اخد منك الشقة؟ قالت لي مش قادرة اتكلم يا بنتي ارجوكي لبسيني حاجة تانية. انا سقعانة قوي. قلت لها طب قومي يا ماما تعالي معايا نروح على البيت. في الوقت ده رحت لبيتنا وخبطت وفتح حسام. قال لي الله، هو انت جيتي من بره وانت جايبه الست دي معاكي هنا ليه؟ امي قالت له ارجوك يا حسام اديني عيالي. انا عايزاهم صعبانين عليا قوي. قال لها ده بعينك لو انت شفتيهم تاني بعد اللي حصل. ده انت خربتي بيتي في المره الاولى وخربتي بيتي في المره التانية. قلت لهم بس بقى انا مش فاهمه منكم اي حاجه. حد فيكم يقول لي ايه اللي بيحصل هنا؟ وانت بتعمل ايه هنا بالظبط في بيت ماما؟ قال لي هقولك. انا يا حبيبتي امك فضلت ورايا لحد ما خلتني اطلقك. وبعدين اتجوزتها بعد ما خلفت منها. امي غضبت عليا وغصبت عليا ان انا اتجوز بنت خالتي. انا اتجوزت وبرضه امك خربت بيتي في الجوازه التانية. قلت له اتجوزتها يعني ايه؟ اتجوزتها ازاي؟ انت فاهم بتقول ايه؟ أني مأذون كتب لكم الكتاب. أمي قالت لي أنا غلطت والله يا بنتي وعارفة إن أنا غلطت. وطول عمري كنت محرومة من الكلمة الحلوة. غيرت منك. قلت لها مش فاهمة حاجة يعني إيه اتجوزتي اللي كان جوزي وخلفتي منه كمان؟ حسام قال لي أيوة. وجاي دلوقتي وعاملالك فيها دور الملايكة والملاك البريء علشان تصعب عليكي. قلت له امشي برا مش عايزة أشوف وشك هنا تاني. قال لي مش هطلع. امك كتبت لي الشقه وانا من حقي ان انا اقعد في الشقه دي. امي قالت له طيب خد كل حاجه بس اديني عيالي ارجوك. قال لها قلت لك امشي اطلعي بره انتي مش هتشوفيهم تاني. في الوقت ده ماما راحت على عيالها وقالت لا مش هخرج من هنا الا بيهم. انت فاهم ولا ايه؟ امي قالت ايه ده؟ هما العيال مالهم عاملين كده ليه؟ والنبي تعالي شوفيهم. تعالي شوفي اخواتك. وانا رحت عليهم وقلت هما العيال دول عاملين كده ليه؟ انت اخر مرة بصيت عليهم امتى؟ حسام قال لي ايه مالهم فيهم ايه؟ ما هم نايمين قدامكم هم. هما كانوا لسه صاحيين العصر وعمالين يعيطوا وبعد كده ناموا. ناموا ايه بس؟ دول شكلهم اتوفوا. تعالى اجري معايا على المستشفى. قال لي مستشفى ايه؟ انت عايزة توديني 60 داهية؟ العيال دول ما تعمل لهمش شهادات ميلاد اصلا. اصبري هنا. وراح جايب دكتور هو عارفه وعرفه ان هم فعلا عيال اتوفوا. الدكتور قال لهم ازاي اتوفوا من العصر وانتوا ما كنتوش عارفين؟ قال له انت عارف ان انا ماليش في تربية العيال. ما كنتش اعرف اي حاجة. المهم ان انا مش عايز حد يعرف حاجة عن الموضوع ده. الدكتور قال له طيب انت ناوي تعمل فيهم ايه يعني؟ قال لي هروح مقابر ابويا واخليهم هناك. هعمل ايه يعني؟ الدكتور قال له بس لو حد شافك مش هيحصل كويس. قال له ان شاء الله هتعدي على خير. بس يا ريت محدش يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. وبعدها مشي الدكتور. انا رحت له وقلت له والله يا حسام مش هسيبك على اللي انت عملته. قال لي خدي بالك يا حلوة انت لو فكرتي تعملي اي حاجة امك كمان هتروح فيها. ولا انت ناسية اللي هي عملته؟ قلت له والله مش قادرة اصدق انت بكمية الشر دي. قال لي لأ صدقني لأن أمك أكتر من كده بكتير. اوعي بقى أنا مش عايز أسمع صوتك علشان أروح أشوف أعمل إيه. وفعلا أخد إخواتي ومشي. قلت لها عاجبك اللي انتي عملتيه فينا ده يا ماما؟ انتي ازاي تعملي كده؟ قالت لي وطي صوتك وطي صوتك لاخواتك يسمعوكي هيقعدوا يعيطوا. قلت لها هو انتي بتقولي ايه يا ماما؟ قالت لي تاني قلت لك اسكتي. وبعدها شالت مخدة وحطيتها على رجلها وقعدت تغني لهم نام نام وعامل لك جوز الحمام. قلت لها ماما حرام عليكي انتي كويسة بلاش تقلقيني عليكي ارجوكي. قالت لي ايوه انا كويسة
اتفضلي بقى روحي على شقتك وخليني اقعد هنا مع عيالي. يا ست انتي مالك ومالي؟ الوقت ده انا كنت خايفة عليها قوي، وبعدين رحت وجبت لها الدكتور وقال مش فاهم في ايه، بس شكلها كده عندها صدمة عصبية ولازم تروح المستشفى. قلت له طيب ما ينفعش يا دكتور، ما ينفعش تفضل هنا وانا هفضل عيني عليها، ارجوك انا خايفة عليها جدا. قال لي حضرتك شايفة حالتها عاملة ازاي، ده ما ينفعش تقعد هنا خالص. قامت امي وقالت لي بصي، احنا هنعمل ايه، احنا هنجيب كلاب كتير قوي قدام البيت ونجيب قفل كبير، وانت يا شاطرة اقفلي علينا من بره علشان لما حسام يجي ما يعرفش ان احنا هنا. وقعدت تضحك وبتقول مش هيعرف ياخد عيالي، مش هيعرف ياخد عيالي مني تاني، وفضلت تكرر الكلام ده. قلت له طيب يا دكتور انا عايزه اكون موجوده معاها معلش. قال لي طيب تقدري تيجي معانا علشان نوديها، لان هي شكلها خايفه تخرج بره. امي قالت له بره لا، خروج بره تاني لا، بره لا، في حسام وحسام بياخد عيالي، وكمان في منور الطيبه، منار الطيبه الجميله. انا جيت عليها قوي، بنتي حبيبتي. في الوقت ده ماما صعبت عليا قوي، وقلت لها حبيبتي يا ماما انا معاكي اهو، هفضل معاكي ومش هياخد حاجة منك. وبعدها وديت ماما على المستشفى، ورجعت البيت ولقيت حسام فيه. قال لي كويس ان انتي مشيتي امك من هنا علشان ما كنتش عايز اشوفها خالص، كويس برضو ان انتي جيتي علشان نقدر نتكلم مع بعض. قلت له ليه عملت فينا كده؟ قال لي هي كل حاجة عليا أنا، قلت لك أمك هي السبب في كل اللي حصل لنا ده، وبصراحة مش هي لوحدها، انتي كمان السبب. قلت له كلنا طلعنا غلطانين وحضرتك الملاك اللي ما بيغلطش. قال لي لا أنا مش بغلط، لو كنت لقيت اهتمام منك عمري ما كنت هعمل كده، وعمري ما كنت هسيبك، إنما انتي كان اهتمامك من الأول والآخر لشغلك وبس. قلت له يا سيدي أنا كنت غلطانة، وخرجت من حياتي خالص، تروح تتجوز ماما. قال لي بقولك ايه، انا مش ناوي اسمع حكم ومواعظ، لو جاية علشان نرجع لبعض انا ما عنديش مشكلة، انما لو جاية تفتحي في اي حاجة امشي احسن. قلت له ارجع لك ازاي بعد اللي حصل ما بينك وما بين امي ده، وبعدين اللي راحوا دول مش صعبانين عليك، دول عيالك. قال لي لا مش صعبانين عليا، لان ده كان من المفروض يحصل. وبقولك ايه، امشي انت كمان بقى علشان انا عايز انام. قلت له همشي، وبس هاعمل حسابك انا راجعالك قريب، هرجعلك قريب جدا ومش هنسى حقي. خدت بعضي ورحت على اسم الشرطة، وحكيت لهم كل حاجة عن اللي حصل ما بين أمي وما بين اللي كان جوزي. وفعلا الشرطة اتحرت وعرفوا الموضوع، وفعلا حسام أخدهم وداهم المكان اللي دفن فيه العيال، وأخدوهم وعمل لهم تحاليل واكتشفوا إن هم عياله بالفعل، واتحكم عليه ودخل السجن وأخد جزاته. أمي فضلت مرمية في المستشفى، مستشفى المجانين، لغاية ما في يوم من الأيام كنت في المستشفى وقابلت هناك أخو صاحبتي بالصدفة. قلت له ازيك عامل ايه؟ قال لي انت بتعملي ايه هنا؟ قلت له مفيش، ماما تعبانة شوية وانا باجي هنا عشان اطمن عليها. انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي انا كنت بقولك كذا مرة ان انا دكتور، بس انت ما كنتيش بتركزي معايا خالص في الكلام المهم ده، لو في اي حاجة كلميني وانا هكون معاكي بإذن الله، وربنا يشفيها لك ويطمنك عليها. قلت له اكيد طبعا، ربنا يخليك. وكنت كل يوم بروح اطمن على ماما واشوفها، وهو كان بيقول لي كذا مرة انها بتكون هادية لما بكون هنا، غير كده بتكون متعصبة. وبعدها جه وتقدم لي وافقت عليه، وكان على طول بيطمني على حالة ماما ان هي هتكون كويسة. طبعا هو ما يعرفش باللي حصل، بس كان بيقول لي لما تخف هتيجي تقعد معانا، انا هستنى رأيكم في التعليقات. هتكون اتغيرت ومش هتعمل اللي هي عملته ده تاني، واخدها تعيش معايا ولا اخليها تتها. واشوفكم بخير، واشوفكم وهشوف ارائكم ونصايحكم دي. ودي كانت كروم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.